صدقوني حمد الله ما بيطلع من الدوري السعودي حتى لو تخلى عنه الاتحاد. ليش يا مكس؟ لانه عبد الرزاق حمد الله ينافس على الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مستحيل يفرط بهذه الفرصه، خاصه انه هو موجود في فتره كريستيانو رونالدو ونهضه الدوري السعودي والاعلام كله على الدوري السعودي. فصدقوني حتى لو تخلى عن الاتحاد راح يروح لنادي سعودي عشان يكسر هذا الرقم التاريخي، وصدقوني بيكون مستعد انه يخفض راتبه عشان يلعب في نادي سعودي ويصبح هو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، لانه الفرق بينه وبين لاعب عمر السومه تقريبا كم اقل من 20 هدف، اقل من 20 هدف. فهذا الموسم اذا بس سجل 10 اهداف باقي له 10 اهداف، فمستحيل يطلع وهو على بعد كم هدف ويصبح الهداف التاريخي. فصدقوني ذكروا كلام.